أعزائي، الآن نكشف على هذه الثلاثة فراخ ونشوف أي واحد منهم لديه مشكلة المرض نقطة السوداء. يعني أحد الفراخ بارحة فقس وكان لديها مشكلة مرض نقطة السوداء. نمسك الفرخ نشوف البطن بهذا الشكل، نرى لا يوجد أي مشكلة لدى هذا الفرخ. نشوف الفرخ الثاني اللي أطعمته التولان قبل قليل، نرى النقطة السوداء بهذا المكان أصبح قليل جدا. وأتوقع يعني غدا بنفس الوقت إذا قدمت له دواء التولان يختفي بشكل كامل، ولا يحتاج أن أقدم له مرة أخرى دواء التولان. نشوف هذا الفرخ، نرى لا يوجد لديه أي مشكلة. وبعد ما نرى النقطة السوداء أضع أكل للفراخ في وعاء. هنا موجود الماء دافئ حتى يبقى الأكل دافئ، وأقدمه للفراخ بهذا الشكل. نقدم التولان إذا كان فرخ صغير، يعني من أول يوم إذا حسينا بوجود مرض نقطة السوداء وقدمنا له تولان مرة في الصباح ومرة في المساء خلال يومين، أكثر شيء 3 أيام، لن يبقى أثر لهذا النقطة السوداء، والفرخ يعيش من غير أي مشكلة. وأبقى أطعم الفرخ لحد لا يرفع رأسه لطلب الأكل. طول ما فرخ يعني يرفع رأسه أستمر بإطعامه حتى تمتلئ الحوصلة، وبعد ذلك أرجعه لمكانه. وبعد 10 دقائق أو ربع ساعة أطفي النور عليهم حتى يكون حوصلة الفرخ ممتلئ وهو ينام. وأشكركم.